يلا بينا نعمل طريقة فراخ صحية وجميلة جدا وممكن أقدمها بكذا طريقة. هجيب معايا فراخ بانيه، وهبدأ أقطعها، بس تقطيعها تكون كبيرة شوية، مش زي تقطيعة الشاورما، زي ما انت شايفة كده في الصورة بالظبط. الكمية بقى طبعا اللي انت عايزاها، وهجيب طاسة واسخنها واحط فيها معلقتين زيت زيتون. هحط الفراخ على مرحلتين، عشان الطاسة بتاعتي ما تبردش. وهبدأ زي ما انت شايفة كده حطيتها، وهحط الكمية التانية. وبعد كده هحط فلفل اسود. انا بحب احط الفلفل الاسود المجروش، عادي ممكن تحطي فلفل اسود ناعم عادي خالص. وبعد كده هديها تقليبه كده، وبعد كده هسيبها بتاع 10 دقايق او يمكن اقل، لغايه لما الاقي الفراخ بتاعتي خلاص دخلت في السوا. هكون محضره معايا فلفل الوان، ممكن طبعا فلفل اخضر عادي، وبصلايه صغيره انزل بيهم بقى. وكمان المكون بقى الاساسي بتاع الوصفه النهارده هو الزعتر. انا حطيت معلقتين كبار من الزعتر، طبعا لو زعتر فريش هتبقى خطيره. وكان عندي بهارات ايطالي كمان حطيت معلقه. وبعد كده هسيبها بقى ايه لما تستوي. انا هنا هعمل صوص، وانا عشان قلت لكم ان هي صحيه مش هقدر اقول عليها دايت. هعمل الصوص بتاعي من علبتين زبادي، هضربهم كويس جدا كده. وبعد كده هقوم حطاهم على الفراخ بتاعتي. طبعا هو الاساس ان انا بحط كريمه لباني، بس انتي لو عايزه تعملي تكون الفراخ بتاعتك صحيه فانا بعملها بالزبادي بس. كده انتي ممكن تاكليها لو عامله دايت، او لو عايزه تقللي الدهون في الاكل بتاعك. هديها بقى تقليبه كده، وبعد كده هظبط الملح بتاعي، وبعد كده اقوم حاطه عليها بقى المستردة في الاخر خالص. طبعا هنا العلبه بتاعتي عملت معايا مقلب وراحت مفرقعه كده. بس خلاص هقلب بقى كله كده مع بعضه. واول ما الاقي ريحه المستردة بتاعتي طلعت بقى وبقت خطيره، هطفي بقى عليها. وشايفين الصوص خطير ازاي؟ هطفي عليها. هنا بقى زي ما قلت لكم، انا لو عايزه اعمل اكل صحي، انا هنا سلقه رز عادي خالص وحطها له بس بودره زعفران، وهقدمه مع الفراخ. لو بقى عايزه ادلع نفسي، هجيب عيش تورتيه وهعملها سندوتشات، واحط جبنه موتزاريلا واحط الفراخ، وممكن احط شويه زيتون واحط شويه جبنه موتزاريلا تاني، واقفل بقى عليها كويس جدا زي ما انت شايفه كده. اقفل بقى من الجناب عشان ما تطلعش وتبقى مقفوله كويس، واضغط عليها. وزياده الدلع كمان هقوم جايبه الطاسه واقوم حاطه فيها شويه زبده، احمر فيها بقى العيش من على الجناب. طبعا ممكن الموضوع ده يتعمل في الساندوتش ميكر عادي خالص، بس انا كنت عايزه احط شويه زبده. بس هطلعه بقى، بصوا، ولا اجدعها ساندوتش من اي محل. شايفين الجمال؟ انا متشكره جدا جدا ان انتوا اتفرجتوا معايا لغايه النقطه دي. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون فاتكم وتستفيدوا منه. بس على فكره الفراخ طعمها خطير، الزعتر مع المستردة مع الزبادي عاطي في الاخر طعم خطير. بس كده.